لازما جمهور الاهلي يعرفها. حسين الشحات مهما انتقدناه هو افضل جناح موجود في مصر. عمر كمال عبد الواحد افضل باك شمال في مصر. السولية مهما كبر فهو يجدد سنتين وثلاثة لان عطاؤه كبير في الملعب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبايب عمرو الدسوقي في كل مكان، وزي ما متعودين قبل ما نبدأ حلقتنا ما تنسوش الشير واللايك والاشتراك في القناة عشان يوصلكم كل جديد، ودعما لاخوك عمرو الدسوقي. الاهلي يكتسح طلائع الجيش رايح جاي، الدور الاول من كام يوم 4 والدور الثاني 2 لا شيء مع الرأفة. شوط اول اداء سيء جدا من لعيبه الاهلي، ولكنهم كانوا بيفكروا في مباراه بيراميدز زي برضه طبعا ما تقلش اهميه زي مباراه الزمالك. فمباراه بيراميدز الجمعه الجايه ما تقلش اهميه جدا لان هي دي مباراه الفيصل في الدوري. فتحس ان اللعيبه ذهنها كله مع مباراه بيراميدز وان هم مستسهلين مباراه طلائع الجيش، ففوجئوا بطلائع الجيش. طبعا النادي الاهلي مش مركز، لعيبته مش مركزه، مفيش ضغط زي الدور الاولاني اللي هو من كام يوم، مفيش اداء دفاع مهلهل خالص، نص ملعب متفكك، الجناحات مش موجوده، مفيش اهلي. وكان نجم الشوط الاول هو مصطفى شوبير. نجم الشوط الاول هو مصطفى شوبير بلا منازع، ويبقى مصطفى شوبير حارس مرمى ممتاز، حارس مرمى ممتاز وليه مستقبل عالي جدا في مصر بعد الشناوي. يعني اقول لكم كده ان شاء الله مصطفى شوبير هو حارس مصر الاول ان شاء الله بعد الشناوي. فبالتالي انت عندك الشوط الاول انتهى 0-0 باداء هزيل جدا جدا جدا. مروان عطية غير المستوى مش موجود، ياسر ابراهيم مش موجود، ولا طاهر موجود ولا عبد قادر ولا اي لعيب كان موجود. يعتبر كان امام بيناوش من بعيد لبعيد، احمد عبد قادر شويه، اكرم توفيق بعيد، مفيش ضغط زي زي المباراه الاولانيه مفيش. فبالتالي وبقى كان كمان كل الهجمات بتاعه طلائع الجيش بتبقى بيوصلوا بسهوله جدا لمصطفى شوبير. عشان كده بقول لكم كان مصطفى شوبير هو نجم الشوط الاول وحارس مرمى طلائع الجيش. احنا ما شفناهوش الا في كوره ولا حاجه كده ولا كورتين طول 45 دقيقه الشوط الاولاني، لحد ما اتكلمنا وقلنا ونادينا بين الشوطين لازم تغيير جذري ولازم نزول السولية ونزول حسين الشحات. هم اللي هيغيروا شكل المباراة، هم اللي هيغيروا شكل المباراة. ده اتكلمنا عليه طبعا، وكلمت على قفشه وكلمنا على ديانج نزولهم كمان الكلام ده كله، ولكن هم كانوا في الاساس نزول عمرو السولية وحسين الشحات. وفعلا كولر سمع تحس صوتنا او حس بينا، وبين الشوطين ما استناش، شاف اداء النادي الاهلي ما يستناش، وشاف هجوم طلائع الجيش ووصوله كتير لمرمى النادي الاهلي مقلق جدا. فبين الشوطين غير العاده اللي متوقعه من كولر غير ونزل فعلا السوليه وحسين الشحات اللي غيروا شكل المباراه تماما. والدش السخن اللي خدوه اللعيبه في اوضه اللبس، دش سخن ان انت لازم تقابل بيراميدز وانت كامل النقاط، مش واقع نقطه عشان الضغط ما يبقاش عليك جامد. لا قدر الله ما كسبناش يبقى التعادل، عندك فرصه وفرصتين تلعب عليهم مع بيراميدز، ولكن لا قدر الله انت لو خسرت النهارده وتعادلت هيبقى مباراه بيراميدز مقلقه جدا. فالدش السخن اللي خدوه من كولر نزلوا الشوط الثاني غير الشوط الاولاني خالص، ولكنهم افتكروا مباراه الدور الاولاني ونزلوا ضاغطين. السوليه من اول لمستين ما كملش دقيقتين 3 في الملعب من كره من تسديده من امام عاشور خبطت في اللعيبه راحت للسوليه صاروخيه في المرمى. ادي اول هدف يحرزه النادي الاهلي. واستمر ضغط النادي الاهلي طول الشوط لحد العالمي اللي هنسميه العالمي الهداف العالمي وسام ابو علي من كوره من العالمي برضو عمر كمال عبد الواحد. لسه قايل لكم يبقى عمر كمال يعتبر افضل باك شمال موجود في مصر بعد احترامي لمحمد هاني، افضل باك شمال من هجمه عنتريه عدى من نص الملعب من 1 و2 والسروع عالمي وقطع اكتر عالميه من وسام ابو علي، قطع وخد اللعيب المهاجم في ظهره وخلى عمر كمال اداها له ثرو وادى وشه للمرمى بقى انفراد، سددها بمنتهى السهوله وتسكن شباك
حارس مرمى طلائع الجيش ويحرز الهدف الثاني. التالت جه من، يا ريته كان اتحسب، كان بجد هدف عالمي من برضه من العالمي وسام ابو علي، ولكن للاسف الفار قدر يرجع في لقطه نتمناها يبقى الفار موجود في كل الكور وفي كل المباريات، كل مباريات الفرق، ان يحصل كده، مش للاهلي فقط لا غير، ان انت ترجع له. احنا لو بنرجع كده وبنشوف الاهداف الاخطاء كده، صدقني الدوري ده هيبقى احسن دوري في، مش في مصر، في افريقيا كلها، مش هقول في العالم يعني، في الوطن العربي وفي افريقيا هيبقى احسن دوري لو بنشوف الاخطاء دي مش للاهلي. لان اخطاء زيها عدت في مباريات تانية وخلت فرق تانية بقت في المقدمه، فرق تانية بقت في المقدمه، يعني كوره اتحسبت هدف ولا حد شافها ولا جمهور شافها ولا اي حد، ولا اي حد شافها، ولا حارس، ولا ولا اي حد، ولا حارس المرمى شافها، مفيش حد شافها. وفي الاخر الفار هو اللي رجع الحكم وقال له تعالى الحق، ده الكره لمست يد على وسام ابو علاء قام يخش جول، وشافها فعلا وهي لمست يد فعليا. اتمنى الفار يبقى موجود على الكل والحكام تتعامل بمكيال واحد لجميع الفرق بجميع الوانها. وفاز الاهلي بهدفين الى شيء ليصبح الاهلي زي ما هو في المركز الثاني ب 57 نقطة، فرق 4 مباريات بينه وبين بيراميدز، 4 مباريات طبعا منهم المباراة بتاعت يوم الجمعة اللي جاية إن شاء الله، اللي أنا بقولها من النهاردة هي مباراة الفيصل، قلتها قبل كده مرة واثنين وثلاثة. بيراميدز والأهلي ماشيين مع بعض، ما فيش. البيراميدز النهارده فاز 2-0 على 3 شيء على الاتحاد السكندري، ال 14 مباراة على التوالي. النهارده المباراة ال 12 على التوالي عند الأهلي، الاثنين بيجروا ورا بعض. فمباراة يوم الجمعة اللي جاية مباراة نارية، مباراة نارية بين الأهلي وبيراميدز وبين الشحات والشيبي، مباراة نارية بأمانة يعني. أتمنى يبقى في منافسة شريفة في الملعب، وأتمنى يبقى في كورة حلوة في الملعب، والأحق في المباراة هو اللي يكسب، والحكام العدل هو اللي يسود. الأهلي لو وحش وبيراميدز كسب، هارد لك للأهلي، ما عنديش مشكلة خالص. الأهلي أحق إن يكسب بيراميدز، مفيش مشكلة خالص. اتمنى الروح الكويسه تسود في المباراه دي، والناس اللي بتكلم عليها الشيبي والشحات هتبقى مباراه سريه. اتمنى الروح الحلوه والدنيا، وننسى اللي فات. الدنيا ما بتقعدش لحد، وكل ما فيش حد بيعيش خلاص، روح خارجه وروح داخله، فخلاص لازم نتعظ. اتمنى المباراه الجايه الروح الحلوه بين اللعيبه تسود، وكمان الاداء يبقى حلو، والاحق هو اللي يكسب. فمبروك للنادي الاهلي الفوز ال 12 على التوالي، وجريوا ورا الدوري وجريوا ورا مركزه الاساسي وهو المركز الاول باذن الله. ان شاء الله الاهلي يكون احق بيها باذن الله يوم الجمعه اللي جايه ان شاء الله. عندنا كم خبر كده عن النادي الاهلي، وهو اعاره، او خلاص رسميا اعاره، موافقه اداره النادي الاهلي على اعاره اللاعب التونسي للرجاء المغربي، خلاص رسميا اعاره لمده موسم بدون بند في نية البيع، اللي هو كريستو، اللاعب كريستو اعاره لمده موسم بدون بند بنية البيع، اعاره موسم واحد بس، عشان الاهلي لو اللاعب تألق في فرصه ان يرجع الموسم اللي جاي، يرجع الموسم اللي بعده ان شاء الله. عندنا كمان يحيى عطله، عشان الناس قالت لي مره واثنين وثلاثه الكلام ده ما حصلش. يحيى عطله يقترب بنسبه تتخطى 90% من النادي الاهلي على سبيل الاعاره لمده موسم. خلاص الدنيا بتتقفل دلوقتي، والورق بيتكتب، والدنيا بتتفق على كل حاجه من وكيل اعماله ومن النادي الروسي بتاعه. ادي اللعيب. طبعا يوسف ايمن لاعب الدحيل القطري خلاص منتهي، خلال ساعات هتعلن رسمي ويتصور جوه النادي الاهلي، وهو مدافع مساك في الموسم الجديد للنادي الاهلي. دي الصفقات. اليو ديانج لحد الان اختلاف في الماده بين النادي السعودي وبين الاهلي، وصل المبلغ ل1,900,000 دولار، والنادي الاهلي رافض هذا المبلغ وعايز المبلغ ما يقلش عن 3 مليون دولار. ده بالنسبه لاليو ديانج. فانا اتوقع ان اليو ديانج يعني بين البنين. وغير كده كمان لو اداره الاهلي ما قدرتش تحقق مطالب مستر كورر في وجود مكوينه لاعب صن داونز،
او لاعب محمد بن رمضان، سيبقى الو ديانج موجود الموسم القادم. واداره النادي الاهلي كمان طلبت من مستر كولر ان يديله فرصه الفتره اللي جايه عشان خاطر الانديه تشوفوا ان يشاركوا بشكل اساسي، عشان الانديه يشوفوا ويطلب فيه رقم كويس ما يجوش الارقام ديت. تاني ان شاء الله مباراة يوم الجمعة الجاية مهمة، وعلى الجميع التركيز فيها، وعلى لعيبة الاهلي. واتمنى ورسالة جمهور النادي الاهلي، اتمنى جمهور الاهلي بمالي الاستاد بالعدد المتاح ان شاء الله. وطبعا عارفين طبعا جماهير الناحية التانية هيجوا منين، فاتمنى جمهور الاهلي يبقى مساند للنادي الاهلي يوم الجمعة اللي جاية باذن الله، ونتمنى الفوز لنادينا العظيم وهو النادي الاهلي. يا رب اكون وفقكم النهارده باخبار مهمه، واشوف اخبار جديده مع عمرو الدسوقي.